أحياناً أبطال الطبيعة لا يكونون من بني البشر. في عالم الحيوان تحدث لحظات لا تصدق، لحظات تثبت أن الرحمة ليست حكراً على الإنسان. شاهد هذا المشهد: أسد ضخم يطارد ظبياً صغيراً، لكن فجأة تتدخل جاموسة برية وتطارده بعيداً لتحمي الحيوان الأضعف بدون أي مقابل. وفي مشهد آخر، دولفينان يرفعان سلحفاة عالقة 300 إلى سطح الماء كي تتنفس، ولولا هذا التصرف لغرقت إلى الأبد. حتى الحيوانات المفترسة أحيانا تدهشنا. نمر قوي يسحب قردا مصابا من وسط النهر، ينقذه من الغرق ثم يبتعد عنه دون أن يؤذيه. هذه المواقف تخبرنا بشيء واحد: الرحمة لغة مشتركة بين كل الكائنات، وأن إنقاذ حياة ولو كانت حياة صغيرة قد يغير كل شيء. الطبيعة ما زالت تدهشنا، والرحمة ما زالت أقوى من الغريزة.